لما الراجل بيقع في مشكلة ويكون ليه شريكة حياة، الراجل في أي مشكلة بيبقى عايز يدخل الكهف بتاعه. مش بيبقى عيب من الست ولا أي حد، بيبقى حابب إن هو يفصل، يعيد حساباته جوه دماغه. حتى لو متجوز بيبقى معاكي بس تحسي إن هو مش موجود جسديا بس. الراجل بيحب يدير أزمته جوه الكهف بتاعه، فبيبقى مطلوب من الست ان هي تديله السبيس. وده مش عيب منك ولا عيب من تصرفاتك، لا مش عيب من اي حد، هو كينونته كده. ولما بيطلع من الكهف في نوعين من الرجالة. الراجل الاول بيحكي كل التفاصيل بشكل كبير جدا، وبيحكي لك كل اللي كان بيحصل معاه. فمطلوب منك عشان تحافظي على الخصلة دي عنده انك ما تقطميش ولا تنتقدي ولا تحكمي ولا تدي اوردرز. يعني ما انا قلت لك، ما انا نصحتك، ما انا حذرتك، ما بتسمعش كلامي من الاول. بلاش الكلام ده، لانه هنا مع الوقت هيبطل يحكي. اما الراجل التاني اللي بيبقى بيطلع من الكهف وبيحكي بس من على السطح قوي، ده برضو لا يعيبه شيء، لأنه هو متعود على كده. فلما يحكي ما تحسسوش ان هو في مشكلة، بالعكس تقبلي الحتة اللي هو حكاها، وبرضو ما تنتقديش ولا تحكمي. اما لو جينا للست بقى عكس الراجل تماما، الست عبارة عن مشاعر، بتتواصل بالمشاعر. فأول حاجة بتبقى عايزاها ان هي تحكي للشريك، لان ده بيحسسها بأمان كبير. فلما تيجي تحكي لك اعمل نفسك بتسمعها لو انت مش تقدر تسمعها. بس طلب صغير من فضلك، نيم الخبير اللي جواك او خليه ما يصحاش دلوقتي، وفر النصايح والانتقادات لوقت تاني. لان هي كل اللي طالباه مش نصيحة، هي طالبة ان انت تسمعها، تطبطب عليها، تحتويها، وبعد كده تبقى تنصح وقت تاني. حاجتين ممكن يدمروا العلاقة ويعملوا فجوة: ان الست تنتقد الراجل وهو جاي يحكي لها على حاجة مهمة، وان الراجل يقلل من مشاعر الست، او يحسسها ان مشاعرها دي عبيطة، او الموقف اللي اتعرضت له ده عبيط، او ما يستاهلش كل الزعل ده. وقتها الاتنين بيحصل ما بينهم فجوة. تخاف قوي لو الست بطلت تحكي لك، وانتي تخافي قوي لو الراجل قلب عنده خرس وما بقاش بيعبر عن اي حاجة. فخدوا بالكم من النقطتين دول.